السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا جماعة؟ رب كل الناس تكون بخير. معاكم دكتور خالد البربري، وده الدرس الثالث من دورة تعليم التداول في الفوركس للمبتدئين. طيب، المرة اللي فاتت اتكلمنا على أنواع الأسواق المالية، وعرفنا إن عندنا 4 أنواع مختلفة، وفي منهم نوع اتكينا عليه جدا عشان نعرف ايه الفرق ما بينه، اللي هو كان سوق الباينري اوبشن أو الخيارات الثنائية، وعرفنا إن هو مراهنات مش تداول، عرفنا المشروعية بتاعته واتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل. فلو انت ما شفتش الفيديو ده هو مهم جدا، حتى لو انت عندك معلومات عن التداول ارجع للفيديو ده شوفه، هو الفيديو اللي فات على طول الدرس التاني. وخلينا نبدأ مع بعض الدرس التالت. النهاردة هنتكلم عن ايه هو تعريف سوق الفوركس وايه انواع سوق الفوركس. واحنا كل مرة ناخد انواع حاجة للأسف لحد ما نوصل للمكان او السوق اللي احنا هنشتغل فيه، عشان لازم تكون عارف عنه كل التفاصيل. اهم من الشغل تظبيط الشغل، يعني انت عشان تشتغل في حاجة لازم تكون ملم بكل الحاجات اللي موجودة او كل المصطلحات اللي تخص هذا المجال. طيب، احنا نقدر نستشف تعريف الاسواق سوق الفوركس ان هو سوق تبادل العملات الاجنبيه. هو عباره عن تداول عمله مقابل عمله اخرى، يعني حضرتك بتشتري عمله بعمله تانية، زي ما احنا قلنا المثال قبل كده، ان انت مثلا ممكن تشتري الدولار بالجنيه او تشتري الريال بالجنيه المصري او ايا كان. ويعتبر سوق الفوركس ده واحد من اكبر الاسواق الماليه، اذا اساسا هو اكبر سوق مالي في العالم، هو مش من اكبر، هو اكبر سوق مالي في العالم فعلا. وليه اكبر سوق مالي في العالم؟ عشان بيتم فيه عمليات تداول يوميه، يعني ناس بتبيع وتشتري في اليوم الواحد بحوالي، اخر احصائيات عملت بحوالي 7 او 7.5 تريليون دولار في اليوم. يا جماعه ده اقتصاد العالم، ده الاقتصاد اللي قائم عليه العالم، سوق الفوركس ده. لان مفيش دوله ملهاش عمله، ومفيش دوله ما بتحافظش على العمله بتاعتها، ومفيش عمله ليس لها قيمه، يعني يقول ما كانتش موجوده هتختفي خلاص. ومفيش عمله ما بيتمش عمليات تداول عليها في اليوم، سواء من البنوك بتاعه الدوله دي، او من الافراد، او من الناس اللي زينا اللي بيسافروا وبيروحوا بيجوا، او من المتداولين بقى اللي شغالين في المجال ده. وده اللي هنعرفهم بالتفصيل، ومين هم اللي شغالين في المجال ده وايه انواعهم وهكذا. طيب، وعرفنا ان فوركس هي اختصارها اف اكس، او كلمة فوركس بتختصر لحرفين اف اكس، وهي اختصار كلمة فورين اكسشينج. طيب، في انواع لسوق الفوركس ده. عندك السوق اللي احنا هنهتم بيه او هنشتغل فيه او اللي يهمنا، هو اسمه عقود التداول الفوري، فوركس سبوت. في انواع تاني انا مش عايز ادخلك في تفاصيل اكتر، ولكن دي حاجات بتبقى ادفانسد اكتر، زي مثلا سوق الفوركس فورورد، المعاملات الاجله، او الفوركس فيوتشرز، ده يعني بنسميها ليفل 1 وليفل 2 وهكذا. دي حاجات بتبقى ادفانسد شويه، هتبقى تعرفها ان شاء الله مع بعض. يعني ده جزء فيه اصلا انا بشتغل في جزء كبير منه تخصصي يعني اكتر فيه، ولكن هتلاقيه في دورات تانية بقى ودورات ادفانسد اكتر ان شاء الله نتكلم اكتر عن الفوركس فيوتشر ده. طيب، في عقود الخيارات الاوبشن كونتراكت، وده مختلف يا جماعه عن الخيارات الثنائيه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. لا، ده سوق الاوبشنز، ده سوق ليفل اعلى من اسواق الفوركس. مش عايز ادخلك في تفاصيل، بس احنا كده كده هنقول التفاصيل بتاعه الحاجات دي في دورات تانية ان شاء الله. فاحنا اللي يهمنا هو ايه؟ عقود تداول الفوركس الفوري، سبوت فوركس. اوكي. وفي سواب كونتراكتس والاي تي اف اللي هي صناديق الاي تي افز، هتلاقيك سمعت ممكن عنها اكتر من مره في نشرات الاخبار والحاجات اللي ليها علاقه بالاقتصاد، مثلا في امريكا وهكذا، يقول لك دي صناديق استثمار، صناديق الاي تي اف وهكذا. طيب، خلينا نعمل مقارنه سريعه ما بين سوق الاسهم وسوق الفوركس من حيث المميزات والعيوب، ودي الحاجات دي طبعا اللي هتخليك في الاخر تقرر انا ليه بشتغل في سوق الفوركس، ليه مش بشتغل في سوق الاسهم، ايه اللي يفرق ده عن ده. طيب، سوق الفوركس بيوفر لك فكرة ان انت تتداول خلال اليوم كامل على مدار ال 24 ساعة. الاسهم لا، بيبقى ليها وقت بتشتغل فيه ووقت تاني بتقفل فيه. تمام، زي الشركة، زي كأنك شغال موظف في شركة كده. التداولات بتاعة الفوركس كلها لا مركزية، يعني مفيش هيئة معينة او حاجة معينة متحكمة في سوق الفوركس، متحكمة في اسعاره، على عكس سوق الاسهم ممكن يكون شركة، زي مثلا خلينا ندي مثال ولنفترض شركة تسلا مثلا، خلينا نقول ان صاحبها يملك اكتر من 50% من الاسهم، فاذا هو ليه تحكم كبير جدا في الاسعار، وليه تحكم، هو محتكر تقريبا الشركة، صح كده؟
في شركات كتير على فكره بيحصل فيها كده، بتلاقي في مستثمر او اتنين عنده 80% او 70% من حجوم الاسهم اللي موجوده للشركه في البورصه، فطبعا بيبقى ليه التحكم الكامل، يرفع ينزل السعر يعمل اللي هو عايزه. فبنسمي ده حاجه اسمها مركزي وغير مركزي. فسوق الفوركس هو حاجه غير مركزيه، ودي حاجه بالنسبه لنا طبعا كويسه. نرجع للنقطه اللي بعديها، احتكار السوق، وهي نفس النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان مفيش احتكار لسوق الفوركس. طبعا في سيوله عاليه جدا، اتكلمنا ان هو اكبر سوق مالي في العالم بيتم التداول فيه. عندنا مفهوم حاجه اسمها الرافعه الماليه والهامش، دول طبعا مصطلحين مهمين جدا وهنشرحهم بالتفصيل الممل في فيديوهات لوحدهم. ودول حاجات بتوفر لك ان انت تقدر تتداول بقيمه اعلى من القيمه اللي معاك. انا واحد معايا $1000 $2000 $10000 اقدر اتداول ب 100 و200 و300، ينفع بسبب حاجه اسمها الرافعه الماليه والهامش. طيب ضرائب وعملات، ما فيش ضرائب وعملات في معظم الدول اللي احنا قاعدين فيها يعني على الفوركس، ولكن بيبقى فيه على الاسهم. الشراء والبيع اللحظي، انت تقدر تشتري وتبيع اي عمله في العالم او اي معدن او الذهب او النفط او البترول ايا كان بدوسه زرار وانت قاعد في مكانك ونايم على السرير عادي جدا، مش محتاج بقى تروح في حته وكذا. الاسهم على فكره بقى يعني في منها كتير بقى يحصل فيه كده دلوقتي عادي ان انت تقدر تبيع وتشتري بشكل لحظي، ولكن الاغلبيه او لحد فتره مش بعيده ما كانش بيحصل ده، كان عشان تبيع وتشتري بتاخد وقت. توافر المعلومات والاخبار الاقتصاديه، طبعا الاخبار الاقتصاديه بتاع كل الدول بتبقى متوفره يعني ومعروفه من مواقع معينه، هنعرف برضو الكلام ده مع بعض. ومفيش تكاليف على الصفقات اللي انت بتعملها، ومفيش رسوم ومفيش كوميشنز او كذا، حاجات كتير مش موجوده في سوق الاسهم، مش موجوده في سوق الفوركس، فده بيوفر عليك طبعا مبالغ تانية. هيجي واحد يقول لي لا 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 اصل في كذا وفي بروكرز، واحنا لسه ما اتكلمناش على البروكرز، لسه ما اتكلمناش على العمولات، ولسه ما اتكلمناش على كل ده. انا بتكلم على المجمل او المفاهيم الاساسيه اللي بتميز سوق الفوركس عن الاسواق التانية. تمام، اوكي كده نفهم ان احنا عندنا سيوله ضخمه، عندنا تداول باستخدام الرافعه الماليه، عندنا الربح في الاتجاهين الصاعد والهابط هنعرفهم مع بعض ازاي دي، تداول بدون عمولات اضافيه لا مركزيه، وممكن تتداول طبعا بمبالغ صغيره، تداول في اي وقت في اي مكان طالما انت معاك نت ومعاك موبايل او لابتوب او كمبيوتر ايا كان نوع الحاجه اللي هتشتغل عليها. دي مقارنه سريعه ما بين حجوم التداول في سوق الفوركس والحجوم بتاعه التداول لأكبر البورصات اللي موجودة في العالم، وهي بورصة لندن وبورصة نيويورك وبورصة طوكيو. فبورصة مثلا طوكيو عندنا حوالي 23 مليار دولار. سوق الفوركس احنا قلنا 7 تريليون، التريليون ده 1000 مليار يا جماعة، في فرق رهيب طبعا. بورصة لندن 10 تريليون، وهنا الرقم حوالي ده 170 مليار دولار، اللي هي بورصة نيويورك، بورصة أمريكا، واحدة من أكبر البورصات في العالم طبعا. فطبعا في فرق كبير جدا في حجم التداولات اليومية ما بين سوق الفوركس وما بين سوق الأسهم، ودي واحدة من المميزات المهمة جدا اللي تخليك تشتغل في السوق ده. سيولة أكبر، فلوس أكتر، معناه إن أنت ممكن تدخل دخل أكبر وأسرع. تمام، ليه أسرع؟ لأن الفلوس الكتير بتعمل حركة أعلى وأكبر في السوق. فإحنا قلنا من أول محاضرة أنت بتكسب إزاي أصلا؟ بتكسب من حركة السوق، ان يحصل تغير في السعر، ففي سيوله عاليه في تغير اكبر في السعر، فممكن يحصل فرق سعر كبير يكسبك او يخسرك على حسب ما انت داخل ازاي. ان شاء الله بعد الدوره دي هنحاول بقدر الامكان ان انت يبقى مكسبك اكتر بكتير جدا ان شاء الله من خسارتك. ده كان الدرس الثالث معانا. ان شاء الله المره الجايه هنبدا ناخد تفاصيل اكتر عن سوق الفوركس ونشأته بدأ ازاي اصلا. وواحده من المميزات المهمه جدا في الدوره دي او بشكل عام ان انت تتعلم التداول، ان هو هيفتح دماغك على الاقتصاد والسياسه اللي موجوده في دول كتير جدا، تبقى فاهم المفاهيم الاقتصاديه، لازم تبقى متابع الاقتصاد بتاع امريكا، اقتصاد مش عارفه الصين، السياسه اللي ماشيه ما بين الدول، الحروب اللي قايمه. فانت هتلاقي ان انت مخك مش مجرد واحد بس عايز يعمل شويه فلوس خلاص، لا انت هتلاقي ان انت بيتفتح لك معلومات اكتر عن العالم، وتبدا تفهم في مجالات اكتر زي الاقتصاد والسياسه، وتبقى يعني قاعد كده، تبقى قاعد وسط الناس يسالوك بقى، يقول لك والله انت شايف ايه طيب من الحرب مش عارفه ايه، انت تتكلم بقى بفهم، مش تتكلم بقى باي معلومه وخلاص بتقولها، لا تبقى بتتكلم عن فهم. دي واحده من المميزات اللي انا شايفها فرقت معايا جدا خلال السنوات اللي انا اشتغلت فيها في المجال ده، ان انا بقيت واحد فاهم بشكل كبير جدا في اقتصاد وسياسات الدول اللي حواليا، وبقيت فاهم هم بيفكروا ازاي، عشان في الاخر كل اللي بيحصل حواليك على فكره هو موضوع مادي بحت. يعني اي حاجه بتحصل ما بين الدول وما بين كذا هو موضوع اقتصادي بحت.
استناكم ان شاء الله المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.